السلام عليكم ورحمة الله. استغرب من بعض الأخوان، والله يجي لي في التعاليق إذا نشرنا عن أي قضية أو مشكلة حصلت في اليمن، يجي يقول والله أنا الآن صرت أستحي أقول إني يمني. لا، إذا أنت مستحي البس برقع. لا، إحنا بنفتخر إن إحنا يمنيين مهما حصل في اليمن من مشاكل، مهما حصلت من حروب، مهما بنفتخر إن إحنا يمنيين، لأن اليمن أو كل شعوب العالم فيها من هذا السيء وفيها فيها السلبي وفيها الإيجابي. فمش غريبة يعني إنه يحصل مثل هذا المشاكل. ولا تجي تحصر اليمني أو اليمن كدولة وكتاريخ كحضارة في غالب القاضي أو في مغتصب الطفل الجنات أو في أي مجرم أو في أمل سالم أو في بدور الحميدي أو في عصام الآنسي أو في حسام أو في ندى الأهدل أو في هذاك المسيحي جون غانم أو كل الدشر والداشرات اللي موجودين في التيك توك في مواقع التواصل الاجتماعي. ما نحصر اليمن فيهم. اليمن تاريخ، اليمن حضارة، اليمن عراقة. مهما حصل فيها من مشاكل ومهما حصل فيها من حروب، مهما حصل من جوع، مهما بنبقى نفتخر ببلدنا اليمن مدى التاريخ. واللي ما بيفتخر باليمن، اليمن ما تفتخر فيه ولا يشرف انها تنتسب له. ولا واحد يجي يتشدق ويقول لي ايش سوت لنا اليمن، ايش الحب للوطن هو مش ايش سوت لك هذا، ايش سوت لك البلد تمشي بأزمات، تمشي بحروب، تمشي، لكن يبقى الولاء للوطن، يبقى الولاء للوطن. يعني خلاص حصلت مشكلة في بلدي ولا شيء قمت برا منها. حتى الدولة اللي أنت جالس فيها أو منحتك جنسيتها أو شغال فيها وهذا ما راح تقبلك في يوم من الأيام، ولا لو أعطتك إيش ما أعطتك تبقى أنت يمني. فيا ريت إنه لما تحصل عندنا قضية أو مشكلة أو هذا بلاش هذا التعليقات السلبية. أنا والله استحي فصل لك برقع. اليمن تاريخ، حضارة، اليمن دولة عظيمة. اليمن في يوم من الأيام بتكون إن شاء الله أحسن دولة. اليمن اسم كبير عليك وعلى أشكالك. اليمن ليست في الدشر الموجودين اللي حاطين علام اليمن، الدشر والداشرات اللي موجودين في مواقع التواصل الاجتماعي، هذولا ما يمثلوا اليمن، هذولا هم البيارات اللي طفحت من اليمن. فيا ريت ان الاخوان لما يكونوا يعلقوا اوكي، وخاصة اليمنيين، يا اخي قل خيرا او فاصمت. احنا الان لما نتفاعل مع قضية في اليمن وهذا على ان احنا ننصر المظلوم على الظالم، مش علشان يتبرى من اليمن. يا ريت انها وصلت الرسالة.